السلام عليكم. انا السي المحامي، واليوم غادي نهضروا على موضوع كيهم بزاف ديال المغاربه: الطلاق. شوف، ما غاديش نكذب عليك، الطلاق موضوع صعيب، ولكن اللي اصعب منه انك تكون في موقف صعيب وما تعرفش حقوقك. كاين اللي كيقول لي السي المحامي راه الطلاق عيب، ما نهضروش عليه. وانا كنقول ليه العيب هو انك تبقى في علاقه كتأذيك وما تعرفش كيفاش تخرج منها بطريقه قانونيه وكرامه. في هذا الفيديو غادي نشرح لك كل شيء بالدارجة، بلا تعقيد وبلا ما نتقلو عليك. يلا نبداو. اول حاجة خاصك تعرف، في المغرب كاينين عدة انواع ديال الطلاق، وكل نوع عنده قواعده. تخيل معايا هاد السيناريو: احمد وفاطمة تزوجوا بالحب، ولكن بعد 5 سنين ديال الزواج الحب ضعف، المشاكل زادت ولاو كل يوم في نقاشات. اشنو الخيارات ديالهم؟ الخيار الأول: الطلاق بالاتفاق. هذا أسهل نوع، الزوجين كيتفاهموا بيناتهم على كل شيء: الحضانة، النفقة وتقسيم الممتلكات. حاليا كيمشيو للمحكمة باش القاضي يوافق عليه، ولكن مع التعديلات الجديدة المقترحة هذا الطلاق غيولي ديريكت عند العدول، بلا محاكم وبلا تعقيدات. هذا كيتسمى الطلاق الرقي، بلا صداع وبلا دراما. الخيار الثاني: الطلاق الرجعي. هنا الراجل كيطلق مراته، ولكن عنده فرصة يرجعها بلا عقد جديد. كيفاش؟ خلال فترة العدة اللي كتختلف المدة ديالها من مرة الأخرى، الراجل يقدر يقول لا لا غلطت بغيتك ترجعي، ولكن رد البال، هاد الشيء يقدر يوقع غير 2 مرات، المرة الثالثة قصة أخرى. الخيار الثالث: الطلاق البائن. هذا معناه سالات القصة، وفيه 2 الحالات خاصك تفرق بيناتهم. الحالة الأولى بحال الطلاق قبل الدخول أو الخلع، هنا إلا بغيتي ترجعها خاصك عقد زواج جديد ومهر جديد، وكأنك كتزوج من الأول. الحالة الثانية الخطيرة، وهي الطلقة الثالثة، هنا الطلاق بائن، بينونة كبرى. القانون كيقول مستحيل ترجعها، لا بعقد ولا بمهر، حتى تتزوج براجل آخر زواج حقيقي وتطلق منه. دابا ندوزو الأهم نوع: طلاق الشقاق. هذا هو الطلاق اللي كيستعملوه أغلب المغاربة. وعلاش؟ حيت كيغطي جل الحالات وما كيحتاجش غير سبب واحد: الشقاق. شنو معنى الشقاق؟ ببساطة، الحياة الزوجية ولات مستحيلة، ما بقيتوش متفاهمين، كل نهار مشاكل وصداع. الميزة الكبيرة ديال طلاق الشقاق: المرأة تقدر تطلبو والراجل يقدر يطلبو، ما كاين فرق. كيفاش كدار المسطرة؟ الخطوة الأولى: كتمشي للمحكمة وكتقدم طلب الطلاق. الخطوة الثانية: القاضي كيستدعي الطرفين ويحاول الصلح. شوف، القانون المغربي كيحترم الأسرة، القاضي غادي يحاول يصالح بيناتكم، غادي يسمع لكم، يشوف واش كاين حل. الخطوة الثالثة: إلا ما نجحش الصلح القاضي كيحكم بالطلاق. ولكن هنا كاين شي حاجة مهمة خاصكم تعرفوها على الحقوق. إلا كان الراجل هو اللي طلب طلاق الشقاق غادي يخلص، كيعطي المرأة حقوقها كاملين: النفقة، المتعة، السكن وحقوق الحضانة. ولكن إلا كانت المرأة هي اللي طلبت طلاق الشقاق، هنا كتاخد حقوقها الأساسية بحال نفقة العدة والحضانة وسكن المحضون. أما المتعة تعويض، فالقاضي كيشوف شكون اللي مسؤول على الفراق. إلا تبت باللي الراجل هو اللي تعدى عليها ودفعها تطلب الطلاق كتاخدها، وإلا كانت هي اللي بغات تفارق بلا سبب، المحكمة غالبا ما كتحكمش ليها بالمتعة. فاش كنقول لك طلاق الشقاق، هذا هو الخيار الأكثر توازنا في القانون المغربي. دابا ندوزو لنوع آخر مهم: الخلع. هذا النوع خاص، المرأة هي اللي كتطلبو وكتعطي مقابل مادي للراجل باش يطلقها. تخيل معايا هاد القصة: سعاد متزوجة من 10 سنين، الراجل ديالها ما كيضربهاش ما كيخونهاش، ولكن ما بقاتش باغياه، الحب سالة، العلاقة ماتت، وهي بغات تعيش حياتها. شنو دير سعاد؟ تقدر تطلب الخلع، كتقول للراجل: أنا غادي نرجع لك الصداق ولا نعطيك مبلغ معين وانت طلقني. ولكن واش يقدر الراجل يرفض؟ هنا بزاف الناس كيغلطوا. الخلع في القانون المغربي كيحتاج موافقة الراجل على مبدأ الطلاق، إلا وافق يطلق، ولكن اختلفوا غير في الثمن. هنا المحكمة كتدخل وكتحدد شحال خاصها تعطيه. ولكن إلا الراجل تعنت ورفض الخلع كاع، هنا سعاد ما ضيعاش، القانون كيعطيها الحق تحول الملف ديريكت لطلاق الشقاق وتفك جارتها. ولكن الخلع كاين ليه ثمن. في الخلع المرأة كتخلص باش تخرج، وبالتالي كتنازل على حقوقها بحال المتعة يعني التعويض. ولكن رد البال،
القانون كيمنع المرأة التنازل على نفقة ولادها في مقابل الخلع إلا كانت ما خداماش وما عندهاش باش تصرف عليهم. الفكرة هي انت اللي بغيتي تخرجي بلا سبب، انت اللي غادي تخلصي. هادشي علاش كنقول دايما قبل ما تختاري الخلع شاوري محامي، شوفي واش عندك خيارات أخرى أحسن ليك. النوع الرابع، وهذا مهم بزاف، التطليق للضرر. هنا المرأة كطلب الطلاق حيث الرجل كيأذيها. شنو معنى الضرر؟ الضرب، الإهانة، الخيانة، الإهمال، كل شيء اللي كيخلي الحياة الزوجية مستحيلة. تخيل معايا خديجة متزوجة من راجل كيضربها ويهينها. كل ليلة خديجة كتبات في الخوف. خديجة عندها الحق تمشي للمحكمة وتطلب الطلاق للضرر، ولكن كاين شرط مهم، خاصك الدليل، شهادة طبية، محاضر الشرطة، شهود، رسائل، صور. القاضي ما غاديش يصدقك غير بالكلام، خاصو يشوف البروفات. وهنا اجي نقول لك واحد السر قانوني، وإلا خديجة ما لقاتش الدليل، واش غتبقى واكله الدق؟ لا، القانون المغربي كيحميك. إلا ما قدرتيش تثبتي الضرر، المحكمة كتحول لك الملف مباشرة لطلاق الشقاق باش تفك الجرة ديالك. شنو الميزة الكبيرة ديال الطلاق للضرر؟ المرأة كتحتفظ بكل حقوقها، النفقة، المتعة، السكن، والمحكمة كتحكم ليها بتعويض مادي إضافي على داك الضرر والتكرفيس اللي تعرضت ليه. فإلا كنتي في موقف صعيب ما تسكتيش، القانون معك. دابا قبل ما نسالي غادي نعطيك 5 نصائح ذهبية كخلاصة. النصيحة الأولى، ما تاخدش قرار الطلاق وانت غاضب. الطلاق قرار كبير، خد وقتك، فكر مزيان، وإلا يمكن جرب الإصلاح. راه حتى القانون المغربي كيفرض على القاضي يدير محاولات الصلح قبل ما يفرق بيناتكم. النصيحة الثانية، شاور محامي قبل أي خطوة، كل حالة مختلفة، واللي يصلح لصاحبتك يمكن ما يصلحش ليك. المحامي غادي يعطيك النصيحة المناسبة لوضعيتك انتي. النصيحة الثالثة، حافظ على الوثائق، هذه نصيحة بمليون درهم. عقد الزواج، عقد الكراء، الفواتير، وخصوصا فواتير داكشي اللي شريتي لدارك. هاد الورقات هما الدليل الوحيد ديالك قدام القاضي باش تاخدي حقك في الأموال المكتسبة حسب المادة 49. النصيحة الرابعة، فكر في الولاد. إلا عندكم أطفال، الطلاق ماشي غير قراركم، هو قرار غادي يأثر عليهم. حاولوا تحافظوا على علاقة محترمة، راه القاضي في المحكمة كيحكم بناء على المصلحة الفضلى للطفل، فخليو مصلحتهم هي الأولى. النصيحة الخامسة، الطلاق ماشي نهاية الدنيا. بزاف ديال الناس كيعيشوا حياة أحسن ومستقرة أكثر بعد الطلاق. أحيانا الانفصال كيكون هو البداية الجديدة اللي كنتي محتاجاها. وصلنا للنهاية ديال الفيديو. دابا عرفتي أنواع الطلاق في المغرب، عرفتي حقوقك، وعرفتي كيفاش تحمي راسك. إلا عندك شي سؤال كتبوه في التعاليق وغادي نحاول نجاوبكم. كنتمنى لكم حياة زوجية سعيدة، ولكن إلا ما كانتش سعيدة، عرفوا حقوقكم. أنا سي المحامي، تابعني باش تعرف اللي ليك واللي عليك. نتلاقاو في الفيديو الجاي.